بس الرعب الحقيقي في الارقام. لو خدت احداثيات الهرم الاكبر وبالتحديد خط العرض بتاعه وبحثت عنها في جوجل ماب هتلاقيها 29.9792458 شمالا. الرقم ده بالملي هو سرعة الضوء في الفراغ. صدفة صح؟ طب خد دي كمان. الهرم الأكبر مش بس 4 أوجه زي ما أنت شايف، لأ ده ليه 8 أوجه. الأوجه بتاعته مقسومة بالنص بانحناء خفيف جدا، والانحناء ده ما بنقدرش نشوفه بعينينا إلا مرتين بس في السنة، يوم الاعتدال الربيعي والخريفي لما الشمس تضرب في الهرم بزاوية معينة. إزاي الفراعنة حسبوا ده من غير أقمار صناعية ولا كمبيوتر؟ في 2015 انطلق مشروع عالمي اسمه سكان بيراميدز. العلماء قالوا احنا مش هنحفر ولا نكسر، احنا هنستخدم اشعه اسمها الميونات. دي جزئيات بتنزل من الفضاء بتقدر تخترق الصخور، ولو لقت صخره كثيفه بتتبخر، ولو لقت فراغ بتعدي. ركز هنا عشان هنحتاج الكلام ده. حطوا اجهزه استقبال جوه الهرم وسابوها شهور، ولما حللوا الداتا الصدمه سكتت العالم كله. هنا بتيجي النظريه اللي قلبت الدنيا كلها، نظريه المهندس كريستوفر دان. ايه رايك لو قلت لك ان الهرم الاكبر ما كانش مقبره اصلا؟ تعال نفكر فيها كده. الهرم الاكبر ما فيش جواه اي نقوش او رسومات فرعونيه على عكس اي مقبره تانية. الصندوق الجرانيت اللي جوه غرفه الملك لقوه فاضي وما فيش اي اثر لموميا، وتصميم الغرف من جوه والمرمات الضيقه دي بتشبه بالظبط تصميم المحطات او مولدات الطاقه. مولدات طاقه؟ ايه ده؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ احنا كنا عند الهرم وجبتنا عند طاقه ايه يا عم انت؟